توقعات الحلقة 26، يلا بينا. طبعا رجب هنا مش عارف يعيش من غير ايش قاعد يفكر فيها ليل نهار، مش عارف يشتغل، مش عارف ينام، مش عارف ياكل. في الاخر راح لها وقال لها احنا لازم ننسى اللي فات ونرجع تاني ونحاول نرجع مع بعض ونحاول ننسى اللي حصل زمان بينا. طبعا هنا لبنى راحت واخدت الورقة وورتها لشادية وقالت لها هي دي امي، هي امي خلاص مش حميدة امي تبقى اخلاص. مسكتها ورنتها علقة وقالت لها انت عارفة يا بنت، انت لو انت كمان هتنصري اخلاص عليا على الله تروحي لها. طبعا هنا اخلاص في الاول لما لبنى راحت لها وقالت لها ان انت امي ما صدقتهاش، في الاخر طلعت لها الورقه وقالت لها اهو انت كنت متجوزه فرج. راحت طبعا اخلاص شكت طبعا وكانت ايش موجوده معاهم وقالت لها انت ازاي يا امي ما عرفتيش ان فين قبر بنتك، فين ان هي مدفونه فين، تعبانه كانت ازاي ما سالتش في كل الكلام ده. قالت لها يا بنتي انا كنت في السجن هعرف من كل ده، ولما طلعت خلاص ما كانش ما حدش رضى يقول لي اي حاجه. طبعا هنا لبنى بتاكد لها كلامها وخلاص عرفت ان ايش اختها، وايش عرفت ان لبنى اختها، واخلاص كمان عرفت كلهم اتاكدوا ان هم امها واختها. طبعا هنا شادية طبعا متغاظه جدا ومتضايقه جدا انها لبنى عرفت ان اخلاص تبقى امها، وقالت لها على الله تروحي لها، انت عايزه زي ما ايش انتصرت عليا انت كمان تنتصري تخلي اخلاص كمان تنتصر عليا، على الله تروحي لها. وقال لها هخلي مختار يطلقك. طبعا هنا لبنى خلاص مش عاجبها اي حاجه ومش فارق لها معاها اي حاجه بعد اللي حصل من عيلتها دي كلها، وقالت خلاص انها هتشوف اخلاص ومش هترجع تاني. وقالت له ازاي يابا تحرمني كل ده من امي، تبقى بيتمني وامي عايشه، ليه تعمل فيا كل ده؟ قال لها انا كنتش عايزه اخليكي تبقي بنت رقاصه، عشان كده كنت بمحي الماضي ده، مش عايزك تبقي امك رقاصه وتبقي عايشه كده. قالت له يعني انت كنت من عيله ايه؟ ما انتوا كمان كلها عيله كلها كباريهات وتسرقوا وسرقت امي وسجنتوها. طبعا هنا خلاص مختار قال لها حاولي تنسي عشان فرج ما يحرمكيش من الفلوس، وشادية كمان ما تحاولش تطلقنا. طبعا لبنى هنا عملت نفسها انها خلاص مش فارق معاها اي حاجه، وخلاص رجعت لاخلاص وقالت لهم ان احنا هنعمل نفسنا مش عارفين وهنوقعهم كلنا سوا مع بعض. بس دي كانت توقعات الحلقه 26. لو عجبتكم حطوا لايك واشتركوا في القناه واشوفكم في فيديو جديد، باي باي.